النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك وفيوتشر. هنتكلم الأول عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. الأهلي كالعادة يبدأ ضاغط. الأهلي يبدأ ضغط بهجمات، يبدأ بكرة طويلة من حسين الشحات، يراوغ اللاعب ويلمه ويتحسب ضربة جزاء، يدخل علي معلول صاحب الحلول يسجلها هدف. الهدف الأول فهو ربع ساعة من اللقاء في الدقيقة 25. كرة طولية من محمد فخري يلعبها لبيرسي تاو، وبيرسي تاو يعدي من اللاعب ويبصرها محمود كهربا. الهدف الثاني للنادي الأهلي. النادي الأهلي كالعادة فأول 45 دقيقة متقدم 2-0، والمباراة في الشوط الثاني ضيع بعض الفرص من محمود كهربا. في الدقيقة 65 ضيع بعض الفرص للاتحاد السكندري من فاولات وضربات حرة مباشرة، وكده الأهلي معاه 75 نقطة أو متبقي له نقطتين على الصدارة. الأهلي في حالة فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز مباراة الغد، الأهلي ياخد الدوري 43 في تاريخه. والأهلي لو كسب مباراة القمة فما يحتاجش إن بيراميدز سواء يخسر أو يكسب. كده الدوري في الجزيرة للمرة 43 في تاريخه، لأن أقصى حد هيوصل له بيراميدز 77 نقطة، والأهلي في حالة فوز على الزمالك هيفضل 77 نقطة، فيبقوا متعادلين في النقاط، ولكن فرق الأهداف لصالح الأهلي. فالأهلي بنسبة 95% الدوري في الجزيرة. نبدأ بقى عن مباراة فيوتشر والزمالك. فيوتشر بدأ ضاغط من هجمة مرتدة الملعوبة، لعبة عرضية ونصر ماهر تسديدة صاروخية في محمود جنش. الهدف الأول لبيراميدز بسم الله الرحمن الرحيم فهو 5 دقايق. بعدها ب10 دقايق أو 20 دقيقة كرة طولية من نص الملعب، محمود عبد الغني يتباع ويتلم لأن هو ما كانش ماسك المهاجم محمود عاطف كويس، يلمه ويدخل الهدف التاني لبيراميدز من وسط قبعين محمد صبحي. وكده النادي الزمالك مغلوب 2-0. في الدقيقة 46 أحمد سيد زيزو تسديدة صاروخية 2-1 للزمالك. في أواخر الشوط الثاني عرضية من أحمد سيد زيزو يسجلها ناصر منسي. كده وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2. مع بداية الشوط الثاني خوان كارلوس أوسوريو بفني الزمالك يعمل تعديل وتبديل بتنزيل شيكابالا أحمد فتوح، ويضبط كده خط الهجومي لنادي الزمالك بعد نزول شيكابالا أحمد فتوح للقاء. أحمد فتوح ضبط الجبهة وبقى يعمل عرضيات، واستحوذ نادي الزمالك على المباراة، وبضربة حرة مباشرة أحمد سيد زيزو يقدر يسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك. وكده المباراة بقت 3-2 لنادي الزمالك، مع العلم إن نادي الزمالك في حالة فوز المباراة على فيوتشر هيقفز للمركز الثالث، وهو كان في المركز الرابع. يبقى كده نادي الزمالك كسب ال3 بونت بعد ما اتقدم 3-2. استحواذ كامل لنادي الزمالك دون هجمات خطيرة على المرمى. أداء أحمد فتوح وشيكابالا ظبطوا نادي الزمالك، وإن شاء الله نادي الزمالك الموسم الجاي يعمل موسم قوي، ومن موسم لموسم أداء أحسن. ومبروك لنادي الزمالك وهارد لك لنادي فيوتشر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.